انا عارفة طبعا ان اغلبكم عارف الدارك شاتو او شاتو الشوكولاتة. النهاردة بقى هنعمل شاتو بس من نوع مختلف خالص ومميز جدا. شايفين التحفة؟ تحفة. يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. اول حاجة هنحتاجها كوباية سكر، عليهم كوباية من اللبن، عليهم كوباية من الزيت، وهنجيب باكو كريم كراميل وهناخد منه الباودر بتاعه بس، وهننزل على المكونات دي، وعليهم باكو من الفانيليا، وهنضرب الكلام ده كله مع بعضه حلو جدا جدا في الخلاط. النهاردة الكيكة بتاعتنا كلها في الخلاط، تمام، لحد ما القوام يتقل كده كده تمام جدا. هناخد منه بقى كوباية، الخليط ده هناخد منه كوباية وهنشيلها على جنب نحطها في التلاجة، تمام زي ما احنا شايفين كده. وباقي الخليط هنضيف عليه بيضتين ومعلقة من الخل وباكو فانيليا تاني، وهنضرب الكلام ده كله مع بعضه كده ضربة برضو كويسة جدا. احنا هنعمل المكونات كلها في الخلاط، بس طبعا لو الخلاط بتاعك مش هيستحمل قوام الكيك يبقى تضربي تحطي الدقيق، دي كوباية دقيق عليها باكو من البيكنج باودر، عليهم معلقة من النشا. زي ما قلت لكم لو الخلاط بتاعكم مش هيستحمل ان هو يضرب لانه خليط تقيل، فانتي هتنزلي بالخليط ده على كوباية الدقيق والبيكنج باودر وتخلطيهم مع بعض بايدك، تمام. هنحطهم بقى في صينيه مدهونه بالزبده وهندخلهم درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. هي كيكه ما بتعلاش قوي بس بتبقى طريه جدا جدا. هنحط عليها بقى كوبايه الصوص اللي احنا شلناه في التلاجة وهنفردها حلو جدا على الكيكه. كيكه هشه وجميله وطريه وفظيعه كانها شاربه من صوص الميه بسكر او اللبن بالسكر. وهننزل على الصوص بالكراميل اللي هو بيجي مع الباكو، هنحطه كده خطوط عادية كده عشوائية، وبعدين هناخدها رايح جاي كده بالخلة عشان نديها اي شكل حلو. الصوص مع الكراميل بيديها طعم تحفة. انا مش قادرة اقول لكم يا جماعة ان الكيكة دي بجد جامدة جدا، كأنك بتاكلي قطعة من الجاتو. تحفة تحفة تحفة. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو وباي باي.